سيشهد كأس العالم 2026 مواجهات تاريخية قديمة ستعاد بهيدي النسخة من المونديال. وهناك الكثير من المباريات، ولكن حنحكي بهيدا الفيديو عن مباريتين شهيرتين. الأولى هي مباراة فرنسا والسنغال. مباراة فرنسا والسنغال كانت افتتاح مونديال 2002. فرنسا جاية بطلة العالم، وعلى الورق كان المنتخب الفرنسي رايح ليفوز بهيدي المباراة، ولكن اللي صار غير متوقع. السنغال تفوز على فرنسا بنتيجة 1-0 بهدف للاعب بوبا ديوب، يلي توفى بالعام 2020 عن 42 عام. سجل الهدف بالدقيقة 30. هيدي المباراة راسخة بأذهان الجماهير العالمية، وتعد من أغرب النتائج بكأس العالم. ستعاد هيدي المباراة بالنسخة كأس العالم 2026 بمجموعة تضم منتخبات فرنسا، السنغال، الفائز من الملحق العراق أو بوليفيا أو سورينام، بالإضافة إلى النرويج. وستقام المباراة ب 16 حزيران. مباراة تانية أيضا بيذكرها جماهير كرة القدم واللي بيحضروا كأس العالم، هي مباراة جنوب أفريقيا والمكسيك، افتتاح مونديال كأس العالم جنوب أفريقيا 2010. واللي راسخ بذاكرة الجماهير هو هدف تشابالالا بدقيقة 90 قبل أن يعادل رافائيل ماركيز للمكسيك بهيدي المباراة. حيتواجهوا المنتخبان مرة جديدة بالمجموعة الأولى، بمجموعة تضم إلى جانب منتخبات كوريا الجنوبية، والفائز من الملحق الأوروبي الدنمارك، مقدونيا، تشيكيا أو أيرلندا. وستقام المباراة 11 حزيران 2026.